عارف مين اللي مضروب قدامك ده؟ ركز معايا كده. شايف اللي مضروب قدامك ده؟ عارف مين ده؟ حكم مباراة الاهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري. وانت عارف مضروب بسبب ايه؟ عارف مضروب بسبب ايه؟ لا ده في ملف جديد بقى، ما انا هقول لك السبب. هقول لك السبب لان انا بتاع الملفات، وطالما فتحت ملف يبقى هكمل فيه للاخر. تصلي على النبي وتشير الفيديو. ولو انت من محبيني ومن متابعين عمر يحيى خش في الصفحه هتلاقي علامه يوتيوب. نوصل القناه ل 10000 متابع لان الملف ده مش سهل. لازم اعرفك الحكم اللي ضيع ضربتين جزاء نادي الزمالك، واللي لغى هدف لنادي الزمالك، واللي في حاله طرد على كوكا خوان بيزيرا ما حسبهاش. لا وادى ده بالعكس، ده ادى لخوان بيزيرا انذار وساب كوكا. ده كوكا كانه بيلعب مصارعه يا اخي. لا ما انا هعرفك على الحكم بشرط صلى على النبي. شار الفيديو خلينا الناس تعرف الحقيقه. خش على الحساب عندي هنا تلاقي على رابط يوتيوب، ادخل وصلوني يا زملكاويه 10000 متابع عشان اكمل. بص يا سيدي، واقعه مثيره للحكم في سنه 2023 عندما تعرض لاعتداء عنيف داخل الملعب من رئيس نادي أنقرة جوجو عقب مباراة فريقه أمام ريزا سبور بسبب احتراتهم على قراراته التحكيمية. بسبب احتراتهم على قراراته التحكيمية. يعني الحكم اللي جاي يحكم بين الاهلي والزمالك كان مضروب من سنتين قبل كده وبسبب ايه؟ بسبب قراراته التحكيمية. فده هيجي يحكم في مباراة كبيرة زي الاهلي والزمالك، يحكم في مباراة زي الاهلي والزمالك، يضيع ضربتين جزاء لنادي الزمالك. طب ايه يا عمر ضربتين الجزاء؟ ما توضح يا باشا كده. ضربتين الجزاء دولت الاثنين لصالح شيكو بنزا، واحده على محمد هاني وواحده على كوكا. كوكا زي شيكو بنزا، ومحمد هاني زي شيكو بنزا. لا دي اتحسبت ولا دي اتحسبت. ده بسبب ايه؟ بسبب ان شيكو بنزا هو رهوان. طيب ايه تاني يا عمر؟ هدف نادي الزمالك اللي اتلغى اخوه بتاع بن شرقي وبرضه ما اتلغاش. يعني ما كنت لسه اقوله وبرضه اتلغى، بس لساني سبحان الله قال الحق. ما اتلغى والله. اقول ايه يا جماعه؟ هدف الزمالك اتلغى وهدف النادي الاهلي ما اتلغاش. طب ما الكوره لمست بن شرقي في دراعه من الارض لرجله للجول على طول. طيب هنا قالوا لك يا حبيبي طالما الكوره لمست الارض وراحت على ايده ودخلها هدف ما تتحسبش. قلت لهم حلو خالص. قال لك اما طالما لمست جسمه اي حته في جسمه مثلا راسه ورجله ولمست ايده بعدها ودخلت هدف لا تتلغي. هم قالوا كده. قلت يا سيدي حلو خالص، ريح يا عمر واسكت. حلو خالص. طيب ضربتين الجزاء ما اتحسبوش ليه؟ كوكا ما انطردش ليه؟ يعني انت كوكا بيلعب مع خوان بيزيرا مصارعه بينزل ويعمل له كده. ايه يا ابني؟ هو في ايه يا جماعه؟ عرفتوا بقى الزمالك اتظلم. ده مستند من ضمن المستندات اللي يثبت ان نادي الزمالك اتظلم. جاب لي حكم مضروب قبل كده وواخد طرحه مظبوطه بسبب قراراته التحكيميه وتقول لي مش عارف ايه. عرفت ان الزمالك اتظلم؟ شير يا عم الفيديو ده الاوسع نطاق اللي يقابلك شيره فيه. خلي الناس تعرف بقى ان الزمالك دايما مظلوم. الاهلي واخد مع الاهلي دلوقتي البطوله في السوبر المصري رقم 16 والزمالك رقم 4. هي مش غريبه؟ يعني مش غريبه شويه 16 بطوله هنا واربع بطولات هنا؟ غريبه خالص. ازاي 16 وازاي 4؟ يعني الزمالك لو كان كسب كان 5. الزمالك عاوز 10 سنين عشان يوصل لعدد بطولات الاهلي بشرط يكسب خلال ال10 سنين البطولات على التوالي. انت متخيل؟ عشان يوصل لعدد بطولات النادي الاهلي ما في حاجه غلط. انا بتكلم في حاجه غلط. الحكم ده حكم، انا جبت لك تاريخه وجبت لك المستند بتاعه. يبقى هنا الزمالك اتظلم وظلم واضح تحكيمي. الزمالك اتظلم تحكيمي. كان الزمالك لو طلع متعادل مع النادي الاهلي والاهلي كسب يا اخي، كان على فكره بالمناسبه المباراه دي كان هيبقى فيها اشواط اضافيه. يعني ما كانوش هيلعبوا ركلات ترجيح مباشره يا اخي. ولنفترض ان الحكم حسب ضربتين جزاء لنادي الزمالك ونادي الزمالك اتعادل والاهلي كسب نادي الزمالك. بص بقول لك ببساطه
في الاشواط الاضافيه، ساعتها يا اهلي انت هتبقى خدت البطوله بمجهودك، وببص يعني هتبقى بطوله صحيحه 100%، واحنا كلنا هنبارك لك. بس لما نشوف الظلم ده، وبعدين يا حسين يا شحات انت ما وراكش غير اكبر منه ب10 سنين يا راجل، كل شويه لا ده احنا عمال ايه يا عم، مره تعمل لي كده ومره تقلد لي ضحكته اهو. ما ينفعش يا حسين، الراجل ده اصغر منك ب10 سنين، يعني اللي احنا بنشوفه ده غلط، اللي احنا بنشوفه ده غلط. طب انا هقول لك حاجه، هو مش زيزو ما سلمش على كابتن هشام نصر؟ نفس الوضع، اخوان بسرعه عندك حتى وزير الشباب والرياضه ما سلمش عليه. يعني انا ما بتكلمش على الحاجات اللي هي الخفيفه اللي زي دي، يعني احنا اكبر من كده. انا بتكلم على التحكيم، الزمالك اتظلم بسبب التحكيم، اما بسبب الحوارات والحاجات اللي زي دي اخوان بزيرة ده ما سلم ولا ما سلمش، زيزو سلم ولا ما سلمش، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، دي مش قضيتنا. قضيتنا ان الزمالك اتظلم تحكيميا، ولازم انت تشير الفيديو وتخش عندي في الصفحه، تشترك في قناتي على اليوتيوب عشان نوصل 10,000 يا عمي. فبصراحه شديده انا في ملف تاني بفتحه، والملف الجديد اللي هفتحه ده هيبقى بقى نار، لان انا دايما بقول الحق، دايما معروف عني، انا بقالي سنه في المحتوى الرياضي، انا كنت تقني وترفيهي، دخلت في الرياضه، انا حابب كره القدم وحابب ان انا اشوف بقى، ما لقيت مهزله، يا ريتني ما دخلت يا راجل. انا كنت مستريح في التقني، بقول لي شرح على حساب وقف مش عارف ايه، الترفيه كنت بطلع اعلق على اي فيديو، كانت دماغي مستريحه. بس لما شفت المهزله تعالوا لي، ما هي بقى تبص لما بتجيلك تبقى انت هتعمل ايه؟ قلت لهم تعالوا لي لما اشوف المهزله دي. لا انا قلت بقى انا هملى المكتب عندي مستندات، كل يوم مستند شكل، وفي مستند جديد لفيديو بكره، لا ده اللي هيبقى خطير بقى، هيبقى خطير. انا كنت عاوز اعمله النهارده وقلت اجله، خلينا النهارده في مستند الحكم، بكره بقى هنشوف حاجه وهنثبت. هو ممكن ما تكونش يعني على نادي الزمالك قوي، ممكن تكون على النادي الاهلي، بس في اثبات ان الزمالك اتظلم، والبطوله دي مفروض ما تروحش للاهلي غير لما، لو الزمالك 2 الاهلي 2، الاهلي كسب في ركلات الترجيح في الاشواط الاضافيه، ولكن ضربتين الجزاء حسبوا، يبقى مبروك عليك البطوله يا اهلي. غير كده هقولها في نهايه الفيديو، الزمالك اتظلم. لايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، خش في الصفحه عندي، اشترك في قناتي على اليوتيوب، والسلام عليكم.